بنجدد التحية والترحيب بحضراتكم، والحقيقة انه اي اب وام في الدنيا بيحبوا دايما يشوفوا ولادهم وهم بيراقبوا كده نموهم وهم بيكبروا شهر بعد شهر وسنة بعد سنة، يشوفوهم بشكل طبيعي او ما يحسوش، لانه احنا الحقيقة كبشر بصفة عامة وكمصريين بصفة خاصة عندنا دايما المقارنة، فكتير بنقعد نقارن ابني مع ابن فلانة، ابني مع ابن علان. فلما بنلاحظ انه في حاجه ممكن ما تكونش شويه طبيعيه في السلوك العام او في الشخصيه، اكيد ده بيقلق. بطل حلقتنا النهارده وفقرتنا دلوقتي اللي اتكلمنا عليه قبل الفاصل هو الاب اللي وقف وقال انا هتحدى، أنا راضي جدا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وفي نفس الوقت برضو أنا هعمل اللي عليا وهبذل كل اللي أقدر عليه من طاقة ووقت ومجهود، وهعالج ابني بالحب، بأن أنا أقرب منه أكتر. تابعونا بجد لأي حد عنده حالة مرضية متعلقة بأي درجة من درجات التوحد أو الأوتيزم، أو في حد عزيز على قلبه ابنه أو بنته عندهم الأوتيزم أو التوحد، أرجوكوا تابعوا الفقرة دي لأنها حقيقي هتعجبكم. هم بيتابعوا، احنا لينا الجمهور بتاعنا. هنرحب طبعا بضيوفنا مبدئيا تينو، أهلا بيك يا تينو. أهلا وسهلا، أنت منورنا. والأستاذ أمير تادروس والد تينو، أهلا وسهلا بيك. وضيفتنا اللي منورانا دكتورة رانيا الفولي، أخصائي سلوكي وحسي، أهلا وسهلا بيكم. أنا هبتدي الأول مع تينو. ازيك يا تينو؟ الحمد لله. أنت كويس؟ الحمد لله. أنت ليك أصحاب في المدرسة؟ كتير. مين ومين ومين؟ لا اصحاب ما ينفعش اقول اساميهم. ما تنفعش تقول ليه؟ مكسوف تقول اساميهم؟ لا. طب أنت في سنة كام الأول؟ أنا نسيت أسألك. 5. 5 ابتدائي؟ إيه أكتر مادة بتحبها؟ الانجليش. اشمعنى؟ مادتي المفضله يعني الانجليش والماس. أنت كنت كويس قبل كده في الإنجليش ولا أنت دلوقتي بقيت كويس في الإنجليش؟ لا قبل كده ودلوقتي. قبل كده ده أنت واثق من نفسك. ثقة جامدة جدا. أنت كنت تمام يعني. أنت كنت حاسس إن أنت في أوقات في بعض أوقات وأنت صغير ما كنتش مركز، ولا الموضوع كان عادي بالنسبة لك؟ لا هو انا ما كنتش بحس بس. ما كنتش بتحس بإيه يا حبيبي؟ بس انا بص مش فاكر اللي حصل قوي. انا مش فاكر، انا ده حتى لما بابا يجي ينزلها ما كنتش اعرف، عرفت قبلها بالليل. عرفت ان القصه بتاعتك انت لما قريتها كنت اول مره تقرا الكلام ده على نفسك. ان انت ما كنتش عارف ان انت ده اللي انت كنت فيه. دلوقتي انت انسان عادي، ليك اصحابك وبتاع، بس ما كنتش عارف قد ايه هو تعب عشان تبقى انت كده، صح؟ صح. بس انت مبسوط باللي انت وصلت له؟ مبسوط طبعا. حبيبي اهلا وسهلا بيك مره تانية. يعني انا مبسوطه ان كل ام النهارده بتتفرج، عقبال يا رب ما تشوف ابنها او بنتها زيك يا تينا ان شاء الله. انا هسال استاذ امير يا مفيده بعد اذنك. لما بعتولك في الحضانه ابنك مش مركز، ما عندوش اي كونتاكت، او ايه الحاجات كمان اللي قالوا لك عليها وخدت المساله ازاي؟ في اهالي كتير بتنكر، لا انا شايف انه ده عادي، يعني تتكلمي في ايه؟ ده طفل، ده لسه ما درسش ما اتعلمش. انكرت في الاول، احكي لنا الموقف ده كان عامل ازاي؟ بصي، هو ببساطه انه المدرسه بتاعت الحضانه بعد تينو ما دخل بفتره بسيطه ما كانتش مدرسه الكلاس بتاعته، كانت مدرسه من كلاس تاني، بس هي كانت مراقباه لانها كانت بتحبه قوي يعني. ما شاء الله. فلقيتها يعني طالبه انها تشوفني. قالت لي امير اغسطينوس عنده مشكله في التواصل بالعين. انا ما كنتش فاهم قوي القصه، يعني ايه تواصل بالعين او كده. قالت لي يعني لما حد بيكلمه مش بيرد عليه، مش بيركز زي ما انت باصص في عينيا كده واحنا بنتكلم. بس هو باصص في عينيا، بص هو بيبص لي بالجنب ازاي يعني. ده دلوقتي هو دلوقتي مركز معايا كويس. اغسطينوس بيحرجني بنظراته. طبعا. عايز تقول ايه؟ انت بتتكلم على مين يا بابا؟ انت بعد ما ربنا وفقك وجعلك سبب في علاجه، دلوقتي جاي عليك انت. ربنا يخليك. علمناهم يعني، علمته النظرات فبص لي بقى في الاخر يعني. اتفضل. تمام. فقلت لها هو يعني ولد شقي وعنيد وطفل، وده اول ولادي، فيعني متدلع بقى وكده. فقالت لي لا، الموضوع اكبر من كده. اغسطينوس ما بيندمجش مع اصحابه في الكلاس. اغسطينوس على طول قاعد لوحده، يا اما قاعد على الارض بيعمل اي حاجه، يا اما بينام لوحده مش عايز يتعامل مع حد. اغسطينوس مش بيكرر الكلام لما بنيجي نعلمه. هي كانت حضانه تعليميه بري سكول، فكان عمره وقتها 2.5 يعني، ما كانش حاجه اكاديميه قوي، بس كان حاجه تعلمه مسكه القلم وكده. فقالت لي هو مش بيعمل اي حاجه من الحاجات دي، ودي كلها مظاهر توحد. فقلت لها انا مش فاهم ايه هو التوحد. ابتدت تشرحه لي. قالت لي انا تربويه وفاهمه، واعتقد ان انت لازم تاخد ابنك عند طبيب نفسي. دي الحاجه اللي انا انكرتها بقى ساعتها. هنا في الاول انكرت طبعا الشق في الاول. ما انكرتش ان هو عنده، لانها كل الحاجات اللي هي قالتها احنا كنا بنشوفها في البيت، بس كنا بنقول انه ده يعني اول طفل، يعني زي ما انت قلت في الاغلب بيتظلم. ما عندكش خبره في طفل قبل بالظبط، وما عنديش خبره في المرض ده اساسا. يمكن لو كنت سامع عنه كنت قارنت فقلت معاهم حاجه. امتى حسيت ان لا تينو عنده مشكله؟
لا هي في ساعتها اول لا هو قالت لك، بس برضه من جوانا بيبقى بنلعب على السلم. لا بصي انا هقول لك على حاجه، انا اي حد بيكلمني علشان خاطر ولادي يعني باخد كلامه، لا خالص، باخد كلامه على محمل ثقه ولازم افكر فيه. طيب استوعبت الموضوع، فقت من الشوك او من الصدمه الاولانيه وعرفت انه في مشكله مع تمام. بدات ازاي؟ عملت ايه في اول حاجه؟ اول حاجه روحت البيت، اتكلمت مع مريم مراتي وقلت لها انا عايز اعرف انتوا نظامكم ايه، لان انا بروح الشغل الصبح وانا مراتي مش بتشتغل. قلت لها انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه. هي كانت المدرسه بتاعته قالت لي ان من ضمن الحاجات اللي هو متعلق بيها جدا، قعدت تقول لي شويه حاجات عن يعني صفات الطفل التوحيدي، ان هو بيبقى له دايره، الدايره دي حاطط فيها لعبه، حاطط فيها شخص، حاطط فيها اكتيفيتي معينه بيكررها، حاطط فيها حركه معينه مثلا براسه او بايده كده. فقالت لي الحاجات اللي موجوده عند تينو في الوقت اللي ده. هي كانت ايه؟ كان عنده حركه راسه اللي قدام ولورا دي. احنا بنسالك بالتفصيل عشان كل مشاهد النهارده طبعا بيتفرج عليا. اي ام تلاحظ حركه راسه قدام وورا، كان عنده حركه ايده، وكان عنده فرط حركه، ما كانش بيقعد تقريبا، يعني لما ابتدى يتحرك كان على طول بيجري، ما عندوش قصه ان هو يمشي او يقف يستنى دور او طابور او كده، ما كانش فيه الكلام ده خالص. ما كانش بيركز بعينه في اللي يكلمه ما يردش عليه او يبقى وشه الناحيه الثانيه وهو بيكلمه. عاشق للتلفزيون، ممكن يقعد من 4 ل 6 ساعات. تحس انه بيسرح فيه او انه بيخش يعني جواه قعده قدام التلفزيون بالظبط. صح كده، بالظبط. بيوديه عالم تاني خالص. تتكلمي قدامه، تعملي اي حاجه، هو اي صوت من مركز بره لا خالص، هو مفصول عننا خالص يعني. فقلت لها بس انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه نظامكم الصبح عشان ابدا اغير النظام اللي هو ماشي عليه في البيت. فقالت لي يعني انا وانا بخلص شغل البيت ببقى حاطاه في اوضه الليفنج، هو قاعد على الارض بيتفرج على التلفزيون. فقلت لها طيب بصي، هو ما ينفعش يتفرج على التلفزيون في اليوم اكتر من ساعه واحده، وتبقى مقسومه على نصين، نص الصبح. انت عرفت منين المعلومه دي بقى؟ ما قريتش من اي حاجه، ما قريتش اي سبحان حاجه. الله، احساسك. كل اللي فكرت فيه انه لو هو التلفزيون غلط لازم نوقفه، لو هو ما بيبصش في عينيا لازم يبص في عينيا. لكن ازاي دي بقى كانت كل حاجه يعني ربنا بيبعتها في انت وقتها خدت العيوب وقررت انك انت لازم هو يعمل عكسها. بالظبط. يعني مثلا حد بيشرب سجاير، العلاج ايه؟ بطل سجاير. بس يعني فانت هتفضل وراه لغايه ما بطل سجاير. بس خلاص. لكن رفضت ان يروح لدكتور متخصص. بصي انا الفكره الفكره اللي كانت في دماغي انه دكتور تخاطب ساعتها، ان الدكتور هيدخلنا في دايلاما، ممكن الموضوع يكبر ما يصغرش، يعني هنضطر نروح لجلسات وكده. وانا ما كنتش حابب ان تينو لما يكبر يعرف ان هو صغير، لانه اكيد هيتعرف يعني اللي خلى الموضوع ده اتعرف دلوقتي بعد مرور مثلا اكتر من 6 سنين يعني. فما كنتش حابب كده يعني. فقلت لها بصي ما ينفعش يتفرج اكتر من ساعه، تكون مقسومه على نصين، وفي بينهم 3-4 ساعات مثلا، ولازم ال3-4 ساعات دول هو ما يبقاش قاعد لوحده. دي نمره 1. نمره 2، ابتديت انا اول ما ارجع من الشغل وانا بهدومي كده لازم اوطي اخده بالحضن وافضل اطبطب عليه كتير. ابتديت احط ايديا ورا راسه علشان الحركه الهزه بتاعت راسه دي ابقى انا اللي متحكم فيها، مش هو اللي يعملها لوحده. كنت بسيبها بحريته، يعني هو عايز يرجع راسه يوديها، بس هو كان في وقت من الاوقات كان ابتدى يحس ان ايديا شويه بتمنعه. لغايه ما ابتديت انا اللي احرك له راسه عشان يبقى عارف انه في حاجه تانية هي اللي بتحرك الراس، مش ما يسيبهاش لوحده يعني. فابتدى يستجيب معايا. ابتدينا ناخد القصه بتاعه الاي كونتاكت، بقيت اقعده على رجلي ووشه ناحيتي. قولي بتعملها ازاي دي؟ بصي هو طبعا كان صغير خالص، فكنت بقعده رجلي كده ورجلي كده وهو باصص لي وانا ايديا ورا ظهره كده، بحيث يبقى مركز فيا علشان يبقى مجال بصره انا. وابتديت انا اللي ابص له مش هو اللي يبص لي، يعني هو مثلا بص الناحيه دي اروح له الناحيه دي كده. في الاول ما كانش بيستجيب قوي، يعني كان بيتضايق، يعني مش عايز يبص. وفي النص كده كنت احاول اعمل اي حاجه تشد انتباهه، فيقوم باصص لي لمده لحظه كده ويقوم مودي عينه الناحيه الثانيه على طول. فابتدينا بقى نكتر من الجلسات دي علشان يبدا يركز معايا. في الجلسات دي كنت بتقول له حاجه، بتكلمه في حاجه؟ انا على طول بكلمه، انا من هو بيبي كل حاجه، واكلمه في مواضيع جد واقول له النهارده حصل كده في الشغل. وما زهقتش ولا مره حتى لما كنت بتحس انه ما فيش استجابه منه، انه مش بيبص لك، انه مش تبقى ساعات محبطه برضه؟ ما زهقتش؟ بصي انا يعني هقول لك على حاجه، انا يمكن ما اكونش قريب قوي من ربنا، بس انا عندي ثقه انه اللي خلقنا كلنا واللي بكلمه منه كون فيكون بيحصل، يعني قادر انه يكون فيكون هيحصل. انت كان يقينك ان هو هيبص هيحس بيك، ما كانش عندي استعداد انه يطلع طفل مش طبيعي ابدا يعني. هنرجع طبعا لحضرتك لان في حكايات كتير عايزين نعرفها وتدريبات كتير عملتها، بس الدكتوره عايزين نسال طبعا دكتوره رانيا، انت سمعتي معانا قصه الاستاذ امير وبدا ازاي من اول ما عرف الخبر او عرف انه ابنه عنده درجه من درجات التوحد. اولا التوحد درجات ولا
طبعا هو سبيكتروم، هو طيف. ففي ناس بتبقى سيفير طبعا بشده، وفي ناس لا، حاجات خفيفه تيمو وقريبه. حاجات خفيفه. انا ما شفتوش اول ما ظهر. شفتي ما تقدريش تحددي مادام هو في ناس لو خرجت بره علامات التوحد الخمسه بيبقى خلاص ما نقدرش نديله اسم ان هو متوحد. خلاص ده فل يعني كده. نتكلم عموما هات له بايده بقى التوحد. للجواز ده ولا عامل إيه؟ أنا مش الاب عارفة. او الام لما يشوفوا الولد عندهم يعني احنا بنستشهد بتجربه لكن بنتكلم في المطلق حتى عشان يكون فيها افاده للكل. انه حسيت انه ابني لا عنده درجه من درجات التوحد، فكره انه اجرب انا الاول معاه ولا اخده اوديه للدكتور؟ هو الحقيقه يعني هو المفروض للدكتور. هو ده كان سؤالي، لان هو قال كلمه، قال لك انا ما رضيتش اروح للدكتور، بس مش كل الكيسز مش كله لازم اخدها زي استاذ امير. يعني هو الفكره ان هو انا همشي منين وابدا ايه يعني وهو دايما الاهل هم اللي بيوصلوا الولاد لاحسن حاجه اكتر من بتتعاوني معاهم، الاخصائيين. تعملي لهم خريطه يمشوا عليها. لان وهم اللي بيحركوا التيم اللي هو بيشتغل مع دكتور انا عايزه اعرف لكل ام النهارده بتتفرج علينا، لما يجي لك طفل بهذا الشكل وبعد تقييمه ايه الخطوات اللي المفروض انت بتقوليها تعمل ايه للطفل ده؟ هو احنا بنشتغل يعني كله بيشتغل في 5 حاجات. بيشتغلوا تخاطب، وبيشتغلوا تعديل سلوك، وبيشتغلوا بالباكس ساعات. ايه بالباكس؟ اللي هي صور ازاي نتكلم. يعني بيحطوا صور جنب بعض واديكي جمله مثلا، ودي طريقه. دي بتساعد في الكلام للناس اللي كمان ما بيكلموش. فدي حاجه. بيروحوا طبعا، في ناس بتروح جلسات كتير بقى. طيب انا هسالك بتجيب سؤال. فايدة منى كانت قالت في اول الحلقه انه كنا الاول طبيا بعد السنه الثانيه، على اخر السنه الثانيه من عمر الطفل بنبدا نعرف انه او ممكن يتشخص ان هو عنده توحد. لكن دلوقتي في دراسات كتيره بره قالت انه لا، هو ممكن من اخر السنه الاولى يبدا يظهر اعراض او نعرف منه انه عنده نسبه من نسب التوحد. هو بيظهر من السنه الاولانيه لحد السنه الثانيه عشان ما بيبصش. وفي ساعات حسب لو كان في مشكله في التطور الحركي والسلوك بتاع الاهالي بياخدوا بالهم. يقولوا ده بيمشي بس اتاخر في الكلام، فياخدوها انها تاخر في الكلام. دايما يقولوا مثلا اب يقول دايما انا كنت راجع من السفر وما بصليش، ما اخدنيش بالحضن، ما قربليش. هو وخصوصا لو بيبي اول بيبي فمش هقدر وانا اقارن. هو ده خرجت وما حدش قابلني بالمقابله، ما عرفش يبين المشاعر. بالظبط. طيب انا هرجع تاني يا استاذ امير. دكتوره رانيا قالت ان هم بيتعاملوا مع الطفل اللي عنده اوتيزم او توحد 5 حاجات انت عملتوهم من غير ما تقرا او حاجه عن بتاع. يعني انت لما جيت تخاطب ابتديت، وكان ده موجود في القصه اللي احنا قريناها، كلمه بابا واصرارك على ان هو لازم يقول كلمه به بطه، وابتديت تتعامل مع كلمه بابا لما قبل ما تقال بالصوره بطه به بطه. انا عايزاك تحكي لي القصه دي كلها علشان نشوف الخطوات اللي انت عملتها ممكن تفيد ناس كتير. في بداية دخول تينو المدرسة كان متأخر جدا عن زمايله. مش بيلحق يخلص الهوم وركس بتاعته في البيت لأنه ضعيف في التحصيل يعني. هو مبدئيا اترفض في المدرسة من الانترفيو الأولاني، وأنا اللي طلبت من مديرة المدرسة، قلت لها طب يعني بليز دخليه، ولو في اي حاجه انا هاجي اسحب الفايل بتاعه. بس يعني اقبليه يعني. فكتر خيرها طبعا، يعني لولا انها قبلته ولولا ان اوغسطينوس كمل في المدرسه وموجود فيها لغايه دلوقتي يعني. لما جينا ابتديت اكتشف ان هو عنده موضوع التاخير في التحصيل ده. كنا بنقعد، انا اجازتي من الشغل جمعه وسبت، وهو برضه اجازته من المدرسه جمعه وسبت، فكان بالنسبه لنا يوم السبت ده يوم قاتل جدا في المذاكره، لانه لازم وصويت وصريخ وعياط. لازم بالظبط لازم اراجع كل اللي حصل في الاسبوع اللي فات واديله نبذه عن اللي جاي علشان يخش في اللي جاي هو نوعا ما فاهمه. فكان بيعذبني جدا في الكتابه. حرف الالف ما كانش فيه مشكله، لان حرف الالف كان عصايه واقفه على السطر وخلاص الموضوع انتهى. جينا في حرف الب كان فيها مشكله، فاخد وقت طويل قوي وما كتبهاش برضه، وحاولت بشتى الطرق احفظها له ما عرفتش.
في الوقت ده اتفرجت على الفيلم بتاع هيلين كيلر. انا عايز اقول انه القصه بتاعتها هي اللي الهمتني، الهمتك انك تعمل إنه ايه؟ لانه الفيرجن اللي بالالوان بتاع الفيلم، البنت اللي البطله شكل تينو شويه، فيها ملامح منه، وكانت بتعمل نوعا ما حركات من اللي هو كان بيعملها. فاول مره شفت الفيلم ده انهارت من العياط، بس طلعت منه بعبره. اذا كانت المدرسه عملت كده مع بنت، مش ما بالك بالاب او الام. عملت لها صور وحطت لها حاجات فانا هعمل ايه مع ابني يعني. فقررت وقتها في نص ما هو كان بيعيط لانه ما كانش عارف يكتب به بطه، قلت له تينو احنا مش هنذاكر. قال لي امال هنعمل ايه يا بابا؟ قلت له احنا هنلعب. فجبت ورق A4 ورسمت عليه بطه وقمت لزقتها على الدولاب، وبعدين جبت ورقه تانية وكتبت عليها حرف ب كبير وقمت حطيتها، ووقفت ارقص قدامه وانا عامل بايديا حرف ب كده. قلت له شايف انا السنه بتاعت الب طويله وماشيه، وفي سنه كده طالعه تانية، وفي نقطه تحتها وكده. وبقيت لما ابتدى يضحك خدته من على المكتب وبقيت اشيله والف اجري بيه في الاوضه واجري على الدولاب واقول له ايه دي يا تينو؟ يقول لي دي بط. اقول له به بط. لغايه هنا كان الموضوع انا اللي بشتغل يعني، او انا مش عارف الرياكشنز بتاعته ايه يعني. المفاجاه كانت في تاني يوم وهو جاي من المدرسه لما راح بالهوم ورك بتاع به بطه. لقيته راجع بيقول لي اقول لك يا بابا به ايه كمان؟ قلت له به ايه كمان؟ قال لي به بابا. يا الله. فطبعا انا ما مسكتش نفسي خالص قدامه، وحسيت انه فعلا اللي قال كن فيكون زمان صح. هيفضل يقول كن فيكون لغايه اجتهدت. دي احنا هنقلبها عياط دلوقتي بعد 5 دقايق، فاسمح لي قبل ما نعيط كلنا يعني بجد نبقى نجيب نتبهدل مناديل. هنقول لمنى طلعي لنا. احنا لسه النبي يا في منى. لحظات امل وفي لحظات اكيد يأس واحباط عدت برضو على الاب ده وعلى الام دي، لكن في المجمل احنا معانا النهارده الصوره دي، الصوره الحلوه اللي احنا قاعدين فرحانين بيها وعايزين نستفيد من الخبره اللي هو عدى بيها. في معلومات تانية كتير هنقولها لكم، ارجوكم ابقوا معنا، ولكن فاصل قصير ونعود مباشره. رجعنا تاني بعد الفاصل مع حضراتكم وموضوعنا الشيق والمهم جدا، وتعليقات حضراتكم واسئلتكم اللي بتيجي عن التجربه دي، تجربه الاب اللي قرر ان هو يقف ويقبل التحدي ويقف مع ابنه، والنتيجه كلنا شايفينها النهارده. هرجع بس تاني في بدايه الجزء الثاني من موضوعنا للدكتوره رانيا. كان الاستاذ امير قبل الفاصل على طول بيتكلم على المراحل اللي عاشها مع تينو وبدا ازاي وعمل ايه وكده. وسالتك سؤال، قلت لك التوحد درجات ولا لا؟ قلت لي طبعا درجات، وابديتي الحقيقه اعجابك باللي عمله البطل استاذ امير. السؤال بقى دلوقتي، لو الطفل عنده اعراض ممكن بالنسبه للاب والام ما تكونش باينه، وفي لانه احنا لسه كنا بنتكلم انا ومنى في الموضوع ده، في احيانا دينايل او رفض بيحصل من قبل خصوصا الام. ابنك عنده مشكله؟ لا ما عنديش مشكله، انا ابني زي الفل، ما حدش يقول لي ان انا ابني تعبان. دي مشكله يمكن اكبر من مشكله المرض نفسه. بنعمل ايه هنا؟ لا، هي الدينايل دي او اللي هم بيعملوها الام او الاب دي شيء طبيعي، لان هي دي طريقه للدفاع عن النفس بعد الصدمه. بعد الصدمه لازم دي مرحله بنمر في ناس بيها، بتفضل مكمله في الانكار ده. لو فضلت كتير دي هتبقى مشكله، انما هي المفروض يمر بيها، اي حد بيمر بيها، لان اي واحد سمع خبر مش لطيف ما هي لازم هيعمل كده، هيعمل الدينايل دي الاول، وبعد كده بندخل بقى في مرحله طب هنعمل له ايه. هي دي بقى المهم. دكتور طيب في ده التوحد بيصيب الكبار يعني البالغين من الأولاد؟ هو بيظهر في الصغيرين، في كبار بيعدوا وما بيتشافوا يعني ما بيتعرفوش، ما بيبانش. هو كل ما بيكبر كل ما بيعرف يعمل يشوف ايه اللي عنده غلط ويظبطه هو شخصيا، وده بيبقى حاجه بسيطه يعني التوحد بتاعه بسيط. ما بيبقاش بيعيش بشكل مستقل. طبعا 33% يمكن الكبار بيستقلوا. الازمات النفسيه والضغط العصبي اللي احنا فيه دلوقتي كلنا، ظروف الحياه والضغوط والسياسه اللي حوالينا والكلام ده كله، ده ليه اي علاقه بانه ممكن نسبه ولو بسيطه من نسب التوحد تصيب الكبار؟ ولا ملوش علاقه؟ لا لان هو وراثي. لا ده بيور مرض. هو مش وراثي، هو جينز، هو جينز ميوتيشن يعني. هو جينز في حاجه غلط. لا مش حاجه وراثيه مثبته يعني، هي مش مثبته انها وراثيه، لكن حاجه في الجين. هو في كلام كبير قوي عن القصه. هو التوحد هو البازل
يعني هو مش عارفين إيه السبب هو وجاي ايه منين. السبب بالظبط. في دراسات مع ودراسات ضد. لان انا عارفه ان في دراسات بتقول والله ده وراثه، وفي حاجه لا بيقولوا ده هو في مش الجينات اثبتوها، يعني لو هم اثبتوها يبقى نقول يبقى هو أثبتها توحد فعلا من يا ايه. دكتور بمناسبه الدراسات انه لو الام بتاخد دواء اكتئاب وهي حامل في ال3 شهور الاولى ممكن يسبب كده، او بتتعرض لحاجات فيها حاجات معينه يعني. ما يعني لسه بسبب يعني الام او الحمل ممكن. لا ما فيش شور ايه. مفيش حاجة هم بيقولوا مؤكدة. ان هو الجين ممكن يكون اتغير سبحان في الله. بعض الاطفال اللي هم قابلين لان الجين يتغير، وده مش كل هو الاطفال طبعا. عموما استاذ امير فلسفها في جمله أنا لطيفه عايزة قوي لما أسأل قريت تينو. هسيب لك السؤال المفيده. قال حاجه لطيفه قوي، اولادنا بيبقوا اختبار من ربنا ومنحه بيديها لك يشوفك هتتصرف فيها ازاي عشان يفتح لك باب السماء للفردوس او للجنه. تينو بتحب تاكل ايه؟ طبعا قوي. مكرونه وايه تاني؟ بس. لا يعني تخلي ماما تعمل لك ايه كل يوم؟ مكرونه مكرونه كل لا، يوم لا. مكرونه. بتاكل ايه طيب؟ بتفطر ايه الصبح؟ يعني هو لما بروح المدرسه مش بفطر في البريك. في البريك بتاخد معاك سندوتشات ايه؟ ما اعرفش، ما باخدش بالي منها. يعني ما بتاخدش مثلا سندوتشات جبنه بيضه، جبنه رومي، ساعات. النهارده خدت ايه؟ لانشون؟ بتحب ده؟ بتاكل كل ده؟ بتاكل رز وخضار؟ طب بتاكل النهارده فراخ فعلاً ولحمه؟ اه وبتشرب لبن؟ اه ما عندكش اي مشكله في اي لا حاجه؟ باللبن لا. ما بتحبش لبن؟ بتحب ايه بداله؟ شاي بلبن. شاي بلبن. انا كمان طنطك بتحب شاي بلبن. بتحب تلعب كوره؟ اه انا سامعك الموضوع ده. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. يا جدع. انا سامعه من يا بابا جدع. ان انت شخصيه منظمه جدا. انت دولابك بجد زي ما بيقول كده منظم قوي. اه تحب كل حاجه تحطها مكانها. اه ايه بقى يعني احكي لي كده دولابك شكله عامل ازاي؟ وانا هفتح دولابك هيبقى فيه ايه بقى؟ هو بفتح دولابي بلاقي فيه الهدوم مش مظبوطه، بروح انا اعدلها. طب بعمل كل حاجه. لازم كل حاجه. اه. طب ومكتبك عارف فيه كام قلم؟ اه. والدرج الاولاني فيه ايه؟ طب الدرج الاولاني فيه ايه؟ لا ما اعرفش. مش هو انت لسه قايل لي ان هو انت عارف لا، إن لا، هو لا، إيه؟ مش انت بتوضب دولابك ولا بنسحب كلامنا دلوقتي بقى وقت الجد ولا يعني انت ايه؟ عارف ان دولابك فيه ايه؟ قصدي مكتبك فيه ايه ولا مش عارف مكتبك فيه لا ايه؟ ما اعرفش فيه. طب انت تحب مكتبك يبقى منظم؟ يعني لو طنطك جابت لك كتب ومجلات هتعمل فيها ايه؟ كل واحده اشيلها في المكتبه. هتشيلهم. هيشيلهم. بص الشخصيه قويه جدا. الاسئله دي خلتني اسالها لان انا عارفه استاذ امير ان الطفل لما بيصاب بتوحد في الاول خالص بسمع ان في حاجات ياكلها وفي حاجات ما ينفعش ياكلها. منتجات البان بيتعمل له تحليل معين فبيقول لا ده بيزود حاجه معينه، ده عنده نقص بوتاسيوم فبعيدوا عنه. خلي المكرونه تبقى مش عارفه جايه من ماده جلوتين مثلاً، ما تبقاش جلوتين في حاجات كده. انت عشت ده ولا لا؟ بصي انا ليا خال عايش في امريكا. اول ما عرف القصه بتاعت اغسطينوس بعت لي كتاب كبير كده حوالي 800 صفحه مثلا اسمه اوتيزم، عليه كلمه واحده بس من بره اوتيزم. انا من حجم الكتاب قلت انا مش هقرا الكتاب ده لانه لو قريته انا يعني هتتجنن. هتخض اكتر وكده يعني. فالحاجه الوحيده يمكن اللي كنت مهتم قوي ومن وقت للتاني اجيبها لتينو كنت دي سمعت عنها يعني انه عين الجمل والكاجو، ان الحاجات دي بتفرق شويه في تنبيه الذهن تركيز. بس والذاكره. الكاجو حضرتك لسه من شويه كنت في الفاصل واحنا بندردش معاك قلت لنا انه الكاجو بالذات ما بينصحش بيه للاطفال هو اللي كان لا، بيتكلم ان هو كان بياكل الكاجو. كان انتوا بياكل بياكل. خلينا نتكلم على الهوا. الكاجو أوكي، وعين تمام. الجمل يعني كده. فكنت من وقت للتاني اجيبهم له. ما حبش هو عين الجمل فكنت نوعا ما بجيب له الكاجو طب يعني. ايه الحاجه اللي ما كانش بيحبها وما كنتش بتضغط عليه في ان هو ياكلها؟ يعني ايه حاجه من اول ما وهو صغير كده كنت حاسس ان هو قافش منها؟ العيش مثلا. بسمع برضو العيش الدقيق. لا هو يعني هو تينو انا بصي انا بصراحه يعني عودتهم ان هو من صغرهم ياكلوا اي حاجه. انا قلت اي حاجه سلوكيه. وهو كان بياكل كل حاجه، ما فكرتش انك تعمل له اي نوع من لا هو التحدي؟ الحاجه الوحيده اللي ما بيعرفش ياكلها ودي برضه انا مش لاقي لها سبب يعني، رغم انه كان بياكلها وهو صغير خالص يعني هو لسه مثلا شهور كان ممكن مثلا ياكل رز بلبن او مهلبيه او كده. اما كبر شويه ما بيقدرش يحطهم في بقه، ولو اجبرته انه يحطهم في بقه ممكن يرجع يعني ممكن يعني ما تقف في زوره ويبقى السبيل بس الوحيد ده ان هو اعتقد يطلع. لاي طفل كده يا عادي، استاذ ده امير. عادي. ده ولا عادي. دكتورة بس ما أنا يعني دي الحاجه بني الوحيده آدم. اللي هو ما كانش يعني ايه بياكلها رايك يا دكتور؟ انا بتهيألي ان دكتور، الاطفال يعني عموما زي ليهم بريفرنسز في اكلهم، بالظبط. حاجات بيحبوها وحاجات مش ما زي اي بيحبوش بني ياكلوها. ادم انا بحب حاجات وما بحبش حاجات، ده طبيعي. بس طفل التوحد في اول ما بيبقى هو يعني في الدرجات الاولانيه وفي سنه الصغير الام بتلاقي صعوبه في انها تاكله. يعني انا عندي بالظبط، اعرف كيس لطفل ربنا يشفيه يا رب، لغايه ما هو كبر دلوقتي في 12 13 سنه لازم الاكل يتفرم
لان هو ما بيقدرش يمضغ. في حاجه ده ايه حله؟ مشكلة يعني ده تانية أنا دي مشكله أوتيزم تانية، برضه. ده بس مشكله تانية مشكله اهو. في بس المعده ولا دي- حاجه ولا لا ما بتبقاش لا، مشكله ده في في المعده، بس السلوكيات. هم في حاجات دي السلوكيات. بردك احساس، لان هو في حاجات بتزود، هو عندهم ساعات حاجات احساسها عالي وحاجات احساسها اقل، فممكن يبقى مشكله. فهو في حاجات بتبقى مضايقاه مش قادر يدوس عليها، في حاجات احساسه ممكن في بقه ده يبقى بيتضايق من الاكل، من الحاجات الهارد الجامده، فعشان كده بضربها له في فبيضرب الخلاط. فبتضايقه، فلازم نعوده بطريقه معينه وبشويش كان نوع قوي. من الدلع او الاستسهال يعني ممكن يكون هي مش مش عايز دلع، يبذل هي مجهود بصي فيها. ما فيها يعني بس مريضة. هو بيبقى احساسه بيها جامد، يعني زي ما بيلبسوش، في ناس منهم ما بيلبسوش جاكيت، الجاكيت بيضايقه، بيضايقه. احساس الفرو، فانا اعوده من بقى بالظبط. هي حته نفسها. حته حاجه. هي بتبقى كده، تخلي له زي التليفونات البيبي اللي- الصغير. بس لسه عايزين نكمل معانا يعني طبعا تينو يعني متميز، يعني هنقدر نقول متميز طبعا. جدا. معانا سمية، مساء الخير. النور. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ازيك يا سمية؟ تمام الحمد لله، والله يعني انا بحب البرنامج بتاعكم خالص. واحنا بنحبكم ميرسي يا جدا والله. ميرسي، ربنا يكرمك يا رب. أهلاً انا بيك. بس كنت عايزه يعني اقول حاجه في موضوع الحلقه. اتفضلي. انا عندي جارتي عندها بنتها عندها مرض توحد، هي عندها 10 سنين. تمام، ربنا يشفيها. بس هي الفكره انه مرض التوحد محتاج علاج بطريقه خاصه، صحيح. وهم يعني امكانياتهم مش هتسمح ان هم يعني يعالجوها. لو في امكانيه البرنامج يقدر ان هو يعني مثلا يساعدنا ان احنا نقدر نعالجها، او ان احنا يعني نوفر لها مثلا يعني مكان يكون بيتبرع بالعلاج يعني. بصي يا أيوة. سمية، طبعاً كمان انا واضح عندي حاجه مهمه جدا عايزه ارد عليكي في الموضوع ده. هتتواصلي الاول في طلبك ده، تواصلي حالا مع فريق الاعداد وان شاء الله نحاول نوصل لك حاجه. بس مهم جدا انك احنا بعتيني القصه دي عشان نقول لكل اب وام الموضوع. انا عارفه انه مكلف ماديا، بس احنا كمان علينا دور نقدر نلعب بيه. يعني ده احنا مهم نقدر جدا. كأب وأم ان احنا نركز مع اولادنا، نديهم زي ما الاستاذ امير عمل مع ابنه تينو، اداله وقته، اداله اهتمام، اداله حبه، صحيح. اداله متابعه، اداله صبر. ده محتاجين احنا نعمله. اعتقد معانا اتصال تاني هناخده. معانا هالة. اهلا بيكي يا هالة، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بحيي البرنامج طبعا، وبقول لكم مبروك ان هو يستاهل البرنامج. شكرا. بحيي الاستاذ امير. انا عندي ابن توحدي عنده 16 سنه دلوقتي. يا حبيبتي ربنا يديكي يشفيه يا الصحه. وانا احييه جدا، لاني انا متصله عشان احييه واحييكم واقول له ربنا يخلي لك ابنك. انا بس عندي سؤال اللي كنتوا بتتكلموا فيه من شويه عن توعيه الاكل. وانا طبعا انا قعدت 6 اشهر على النت، وقعدت اقرا في موضوع اللي هو الحاجات اللي خاليه من اللي هي طب يا هالة ما تساعدينا، بما ان انتي 16 سنه وربنا يديكي الصحه ويخلي لك ابنك، تقدري تساعدينا في موضوع معلومه الاكل؟ قوي. ممكن. ان احنا رحنا لدكاتره بره وعملنا له حاجات كتير. وعندي مشكله، انا إيه هخلي اللي بابا ممنوع؟ يتفرج على البرنامج. هقول لحضرتك علشان انا مبسوطه جدا من تينو. قوي. هو كان عايز يطبق جميل، البروتوكول شخصية ده اللي هو امتنع عنه الاستاذ امير، وقال ان انا السبب ان الولد مش متقدم. هو الحمد لله من وجهه نظري باجماع مخ واعصاب واجماع تعديلات السلوك والدكاتره والدكتوره رانيا طبعا تعرف الاستاذه رانيا ان هو كويس الحمد لله. طب انا هسألك سؤال يا هالة، معلش، بما عشان بس نبقى في صلب الموضوع. بما انك انت قلتي انه رحتوا لدكاتره بره كتير واستشرتوا ناس وناس متخصصه في الموضوع ده، ايه اكتر انواع الاغذيه اللي نصحوكوا بيها واللي منعوكوا عنها؟ بالظبط. هقول لحضرتك، لو ابن الاستاذ امير بيعاني من حاجه اسمها ليكي جات، الدكتوره رانيا عارفاها، اللي هي نفاذيه الامعاء، ده بيمتنع عن اللبن ومنتجات الالبان البقري بالذات، والدكتوره رانيا تبقى معايا يعني تصلح لي، وعن كل حاجه من دي القمح، لان هو عنده حساسيه في معدته وفي فطر في معدته هو بيخلي الحاجات دي. هلا قدرتي ازاي ان انت تاكلي ابنك وتعوديه؟ ده سؤال اخير معلش عشان وقتنا. تعوديه انه يمضغ. طب ما انا عايزاكم تجاوبوني، انا متصله، انا هقول لحضرتك بس هو قطع عليا قبل ما تجاوبوا على سؤالي. حاضر يا حبيبتي، انا الاثنين الدكاتره اللي بره طلبوا مني ان انا اعمل كده. اوكي حاضر. وادوني ادويه وحاجات. احمد ما تجاوبش معاها، وانا بشتغل مترجمه على النت، قالوا ما فيش ساينتفك ايفيدنس، ما فيش برهان علمي
يثبت ان احنا لو مشينا على الدايت ده انه هيشفى 100. مش كل الاولاد بتستجيب لانهم بيدوا له مكملات غذائيه ثانيه علشان يبقى فانت عايزه ان الولد كان انت مهايبر. عايزه الدكتوره تقول لك تعلميه يندغ ازاي؟ انا عايزه اسالها الجيلاتين فري والكيزيان فري اللي هم الدكاتره قالوا، اللي في ناس قالوا عليه بره يعني، هو بابا مقتنع تماما ان هو ده العلاج، وان انا لما وقفت والدكاتره قالوا لي هو مش متجاوب وكان بيجي له هايبر اكتيفيتي من الفيتامينات، انه ده انا عملت كده حاجه غلط. لكن هو ما شاء الله دلوقتي اي كونتاكت بتاعه كويس، وعملت زي ما الاستاذ امير عمل بالظبط. برافو عليكي يا هلا، بشكرك. برافو ميرسي عليكي، جدا. شكرا ليكي هلا على الاتصال. ودكتوره رانيا ايه رايك؟ هو فعلا ما فيش حاجه علميه مثبته ان الاكل بيفرق. يعني في معاه وفي ضد. وعندنا كمان دكتوره مها بعد الفاصل وهي في يعني ممكن نخلينا في ناس بتقول ان هو ينفع وبيعمل حاجه، وفي ناس لا. ودول بيقولوا ان هم ما بيتحسنوش، ودول بيقولوا لا هم اتحسنوا. فما فيش حاجه علميه. الحاجه العلميه المثبته فعلا ان هو ازاي نعدل السلوك وازاي نعمل حاجات علاج بيحتاج لاخر حسي. العمر على طول ولا بنبقى تمام في فتره معينه؟ افندم؟ يعني بيحتاج على طول تعديل السلوك لاخر العمر؟ لا مش هيبقى، يعني هو كل ما بيكبر كل ما بيفهم اكتر. لا بس ده ما بيحتاج يصحش، متابعة يمكن. ده ما ينفعش اقعد كده جنب حد جامد. لا باي تايم هو بيكبر. هو ممكن في منهم احنا مش كتير عايزين نخلص معاكم الوقت بجد، احنا بس سعداء انا جدا عايزاكي تسمحي بلقائكم. لي يا مفيده في حاجه اخيره وأنا من كان الاستاذ نفسي أسأل تيلو. استاذ امير. انا ما بحبش اي موضوع اوجه رساله واقول، بس من قلب اب في يوم من الايام متخض حقيقي على ابنه، لكل اب وام دلوقتي قاعدين يتفرجوا علينا، كلمه كده مقتضبه تقولها لهم لو اكتشفوا ان ابنهم او بنتهم عندهم توحد. ما تصدق، عالج ابنك بس ما تتعاملش معاه لانه عيان. ما تعملش معانا انه مريض خالص. ما تتكلمش عنه قدام حد وتقول اصل انا ابني عيان. ما تخليش ابنك يسمعك. ما تتكلمش عنه. انا ما كنتش بتكلم عن تينو وهو بيبي، هو مش سامعني وهو في اوضه وانا في اوضه. كان يجي يقول لي ابنك مثلا عنده هايبر اكشن وهايبر اكتيفيتيز وشقي وكده، اقول له لو سمحت ما تتكلمش عنه وهو مش موجود. يعني طب هو متميز في موهبه قبل ما نقفل، بس موهبه موسيقيه او حاجه؟ تينو انت بتلعب حاجه في موسيقى ولا بترسم ولا بتعمل موهبه؟ لا ساعات كنت بلعب جيتار. جيتار. برافو عليك. خلينا نسميه احنا عندنا ابن متميز. احنا عندنا ابن صحيح. متميز. هو بقى خلاص متميز. انت بقى ايه، ما فيش عندي، انا مش حاسه ان الحمد لله الله اكبر يعني زي اشطر الفل. اصحابه واشطر في وانا الفصل. بشكرك على مجهودك، بشكركم جدا. ميرسي، بس احنا وقتنا بقى لازم يعني نخلص، فبشكركم مره ثانيه، نورتونا. وتينو انت جميل. نورت. ماشي. نورتي يا دكتوره، نورتي. بشكركم. وبعد الفاصل ان شاء الله منا، بعد الفاصل ان شاء الله موضوع ما يقلش اهميه ابدا عن الموضوع ده، واللي هنتكلم برضه فيه كمان. احنا وعدناكم في اول الحلقه هنسال فيه كمان على التغذيه المناسبه للاطفال اللي ممكن يكون عندهم درجه من درجات التوحد. سؤال هاله طبعا سؤال هاله، واي اسئله تانية ثانيه هتحبوا تسالوها بعد الفاصل مع الدكتوره مها رضاميس. دقائق لحظات ونكون مع حضراتكم، ابقوا معنا.